يعني الشذاب. يعني بعضكم يعني جاني يسأل، وجاني بعض الاستفسارات خاصة في الاستشارات الرقية، يعني كانوا يستخدمون الشذاب وبدأوا يخافون من الشذاب علما أنهم استفادوا. طيب خذوا هذه المراجع. تعرفونني جيدا، أنا لا أتكلم بدون علم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي. سأذكر لكم المراجع التي استندت إليها في مسألة الشذاب، فالذي يريد أن يسجل هذه المراجع. أولا لابد أن نعرف أن الشذاب نبتة عطرية تكلم فيها الطب التقليدي، يعني الطب الشعبي، وفيها مصنفات كتب. وسبق أنكم قلت لكم يعني اقرأوا في الموسوعة لما يخص الموسوعة في الطب النباتي. أيضا في أطباء وفي دكاترة أكاديميين تكلموا عن مسألة نبتة الشذاب، بل أيضا أنه فيه دراسات عنها طبية تستخلص منها بعض الأدوية وتستخلص بعض العطورات. أما مسألة أنه الجن يحبونها فخذوا مني هذه المراجع. المرجع الأول من كتاب لقطة المرجان في أحكام الجان، نقل عن كتاب العرائس لابن الجوزي خروج الجن بمجرد شمه للشذاب، ما قاله ابن منظور. وابن منظور عالم في الفقه الإسلامي ومؤرخ وأديب، يقول يعني في التاريخ يقول ابن منظور أن العرب كانوا يعلمون علما يقينا أن الشذاب يطرد الجن. طبعا الشذاب له عدة مسميات. المسمى الأول ما تكلم فيه أبي حنيفة وهو الإمام المعروف، وكان يطلق عليه السذاب، يطلق عليه السذاب وليس الشذاب، ونحن نطلق عليه حنا هنا الشذاب. ما ذكره أبو هلال العسكري، وأبو هلال العسكري كان معروفا في اللغة العربية فيسميه الفجل بالنون أو باللام، الفجل. خلاص. هل تعلمون أن الشذاب لو قرأتم في دراسات طبية، ما هو كلام خلاص، هل تعلمون أن الشذاب يطرد الحشرات؟ تدرون أنه في حشرات حنا نعاني منها أن الشذاب يطردها؟ فهذه المراجع التي استندت عليها وسميتها ليس له علاقة الشذاب أن الجن يحبونه. خلاص. ودائما نحرص على أن نرد المرجع إلى أصله. خلاص. المسألة اللي مهمة هنا عندي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الزبير بن عوام، وقيل ابن مسعود رضي الله عنه، وذكره الطبراني في المعجم. تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عندما قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: أمرت أن أقرأ القرآن على الجن فمن يصحبني، من يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل أن ابن مسعود وقيل الزبير بن العوام. فعندما ذهبوا فوصلوا إلى منطقة اسمها الحجون، يعرفونها أهل مكة. في الكتب صراحة قرئت بفتح الحاء الحجون، لكن أهل مكة يقرؤونها بالضم فيقولون الحجون. الشاهد يقول الزبير وقيل أبي بن مسعود رضي الله عنه: فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا عشان لا يتجاوز ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم طبعا تعرفون الحديث طويلا، ولكن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم التي يحبها الجن وهي زاد طعام إخواننا الجن أمرين: الذي يحبونها وهي زاد العظام والبعر. فلا يوجد هناك نصوص نبوية أن الجن يحبون الشذاب.
هذا ذكرت لكم المراجع هنا. أيضا لا بد أن نعرف مسألة مهمة، وتكلم في ذلك سيد أحد العلماء في الملل والنحل، والله راح عني اسمه الآن، ولكن تكلم فقال أن عالم الجن عالم غيبي. انتبهوا، الجن عالم غيبي، لا ينبغي أن نتطاول في هذا العلم بدون نصوص شرعية. لماذا؟ لأن التمادي والتطاول في علم غيبي يصنع لنا الخرافة والدجل والكذب. إذن لا بد أن نحرص على هذه المسائل، أن نتكلم بعلم ومعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. خلاص؟ كيف نستخدم الشذاب؟ طبعا هم بعضهم قال يقطر في الأنف. أنا صراحة أخاف من التقطير في الأنف، لكن أشوف أنه استخدامه عن طريقين. الطريق الأول أنكم تأخذون الشذاب وتضعونه في ماء مع ملح خشن، ويحصل فيه الاستنشاق، وبفضل الله جل في علاه ومنه وكرمه طلع هنا أخوات من فرنسا، والبثوث واضحة ومسجلة، وأكثر من أخت تقول استبعدت البخاخ حق الربو بفضل الله عز وجل بعد ما طبقت طريقة استنشاق الشذاب. وهناك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مقاطع كثيرة. الأمر الثاني، الأخوات اللي يعانون من المس العاشق، ممتاز جدا، ممتاز جدا أنك أنت تأخذين هذا الشذاب وتطبخينه، يعني تحطينه في ماء حار ثم تصفينه حتى يصبح درجة حرارته مناسبة لجسمك، ثم تغتسلين منه. الخلاصة خذوا الشذاب ولا تخافون. وهذه مراجعي، والحمد لله ما دليتكم، وهذا فضل من الله جل في علاه، ما دليتكم على شيء إلا من خلال مرجعية ومن خلال علم. فالذي يعني عنده شيء يرد على الأدلة التي استدليت بها، علما أن هناك فيه رقاه مؤصلين، رقاه أعرفهم جيدا، مؤصلين شرعا وعلما وفقها، يستخدمون الشذاب. الله يوفقنا وياكم. يلا يا حنين. تستخدمينه الشذاب، تستخدمينه استنشاق، تستنشقينه مع ماء وملح، أو تغتسلين منه، تستغسلين يعني تغسلين جسدك من بسيش، تصفينه. واحرصوا على أنكم تأخذون الشذاب الرطب، الشذاب الرطب. وتروا على فكرة، تروا الشذاب يعني رائحته جميلة جدا، ويحبون حتى يعني أهل الجنوب ترى معروفين بالشذاب. محاي العسير، تعرفون محاي العسير؟ معروفين بالشذاب، جميل رائحته. ترى اللي أيضا يعاني من النامس والحشرات يطردها. خلاص، أنا أعطيتك المراجع وأنا أخوك، أو أعطيتك المراجع، قلت لك ابن جوزي، تكلمتك ابن منظور، تكلمتك في علماء، ما جبتها عبث من راسي. أعطيتكم المراجع، وأحب دائما أن أتكلم بمرجعية وعلم. خلاص، وأنا أخوك أنت حرة، ما نريد أن نكثر الجدال. سألتوني وأجبتكم. كثرة الجدال ما أريده، والله لا أريد الجدال، عرفت صراحة. أنا تكلمت في مرجعية. السلام عليكم ورحمة الله. دقيقة، أنا تكلمت يا أختي في مرجعية وجبت لكم المراجع، وعلى فكرة تروني قرأت 17 كتاب مجلد في النباتات، وليس مجلدا واحد. وبإذن الله، وتذكروا كلامي وأنتم تعرفون، ودائما نقول التجربة خير برهان. ما أدلكم على شيء، ترى صعب الإنسان يتكلم بدون علم. أعطيتك المراجع يا أختي. كتاب لقطة المرجان في أحكام الجان، نقل عن ابن الجوزي. تعرف من ابن الجوزي؟ خلاص، من أخوك. المؤرخ ابن منظور تكلم عن الشذاب. فهذه مراجع علمتكم إياها. علشان إيش؟ علشان نتنبه. ثم لا نريد أن نفهم يعني مسألة مهمة جدا هنا، يعني ترى عالم الجن عالم غيبي،
ما ينبغي الإنسان أن يتطاول في هذا العلم بدون معرفة، بدون علم. هذا علم. ولذلك لماذا صنعت لنا أو خلقت لنا الخرافة والدجل؟ تدرون ليش؟ لأن تطاولنا في علم غيبي بدون نص شرعي وبدون بحوث وبدون. هذا هي الإشكالية. وما هو أنا اللي تكلمت في هذا الأمر، سيد سابق في كتاب الملل والنحل تكلم في هذه المسألة الخطيرة، أن ما ينبغي علينا أن نتطاول في علم غيبي بدون نص شرعي. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حلمت أني في شقة غريبة، يعني كان هذا الشقة لنا. متى رأيتي؟ والله قريب، بس ما أتذكر قبل رمضان أو بعد رمضان، يمكن بعد رمضان. وين قريب؟ يعني قبل تقريبا، احنا الآن في شهر يعني تقريبا 4 أشهر. أيوة، أو يمكن أقرب حتى. ما هي مشكلة، تفضلي. أي. حلمت أني في شقة، وكنت جالسة في الصالة، والصالة أرضية. بعدين رحت أشوف غرفتي، كان فيها سرير كبير، لقيت عليه رجال باكستاني نايم. طبعا هو لابس لبس باكستاني، كان نحيف مرة ويا دوب يتنفس، يعني منتهي مرة. أنا لما شفته استغربت، يعني كأنه مو حقيقي كذا، وما خفت منه لأن مرة كان تعبان. المهم إني رجعت جلست في الصالة، وبعدين جلست أتذكر إنه هذا إيش جابه هنا. رحت أشوف الغرفتين الثانية، لقيته نايم في واحدة من الغرف. فرجعت الغرفة الأولى، كنت بنزل الشقق الثانية حقتنا تحت، كأنه كمان ساكنين شقق تحت. رجعت الغرفة، ما لقيته موجود، بس لقيت الغرفة مبعثرة، ولقيت أكياس كبيرة فيها. دقيقة، الأخت اللي تحت ما أدري من اللي يتكلم، اللي فوق ولا اللي تحت؟ ورد أو أحدكما اللي يتكلم بالله يغلق. حيا أبو ريان، أغلق المايك عشان الصدى. أيوة. أيوة، فدخلت الغرفة لقيتها مبعثرة اللي كان نايم فيها. لقيت فيها أكياس فيها القبوع حق البنات حق الصيف بعدد كبير. أنا كنت بشيلها برميها، بس قلت لا، يمكن هي حقت بيبيعها أو زي كذا. المهم سكرت الباب، قفلت الباب، قلت على ما أكلم أحد من أهلي أو شيء يعني. شوية إلا جاء رجال طويل عريض، طبعا فتح الباب، كسر الباب. نفس الرجل؟ أنا تجمدت. قصدك نفس الشخص هذا الباكستاني؟ لا، لابس لبس سعودي. الباكستاني كان كذا نحيف وتعبان مرة. هذا لا، كان سعودي كذا وطويل عريض. طبعا ما شفت وجهه، وكسر الباب. لما كسر الباب أنا خفت إنه الباكستاني. بس دخل الرجال هذا، وكان معاه مرتين، يعني حرمتين كذا لابسين حجاب كامل، ما في شيء باين منهم. فأنا طمنت لما شفت الحريم. أنا صحيت من الحلم هذا، ويعني عشت، يعني مثلا صليت وزي كذا، بس لما رجعت نمت حلمت إني في نفس الشقة وأهلي. أنا بسألك سؤال، يعني هلا. هل أنت تعانين دائما عندك أنت في وقت الصيف، لأن ذكرتي قبوع وصيف وبنات، هل أنت في وقت الصيف أو في أوقات معينة تنتقلين من مكان لمكان وتتعبين، أو تتعبين مثلا في وقت الصيف؟ أيوة، هو أنا ما أحب الصيف صراحة، يعني والحر وكذا. لا لا لا، ما كلنا ما نحب الحر، ما في، يعني أنا ما أتكلم في أحد يحب الحر، ما في أحد يحب الحر. أنا أتكلم في مسألة أنك أنت تجدين في فصل الصيف، تجدين عندك في أشياء تؤثر عليك. عرفتي؟ لا لا لا، عادي يعني انك انت قلتي قبع استقرت. وصيف، انت تنتقلين من مكان في وقت الصيف، تروحين لا مكان تغيرين. انت شوفين صدقت هذه الرؤيه، لان قلتي انت تضخم، ثم قلت ضخم، ثم قلتي كسر الباب وقبع وبنات. انت عندك مشكله تحدث في فصل الصيف. انت واضحه من الرؤيه، قد يكون حتى في اشياء قلت انت ضخم ونحيف، قلتي ضخم ثم قلتي نحيف، فمعناه أنه عندك أنت مشكلة تزيد في فصل الصيف. وسبحان الله بقى الفصول الأخرى يعني ما أقول لك تختفي، وإنما تقل. عرفتي؟ هذه مشكلة يمكن
وقلتي سرير كبير، قد يكون هذه المشكلة قديمة، فما أعلم صراحة هل هي طبية أو روحية، لكن اجمعي بين الطب النبوي والطب البشري، والله أعلم. فهمتي؟ أيوة. طب شيخ، أنا صحيت من الحلم هذا رجعت لما نمت، أول شيء حلمت فيه نفس الشقة هذه، وشفت إنه نفس الوضع هلا. نفسها وأنا أخوك يا ورد. أنت عندك مشكلة، أنت لو جلستي مع نفسك، الواضح لي من هذه الرؤية أنه في عندك مشكلة تتفاقم في فصل الصيف أو في الصيفية أو في مكان تروحين في وقت معين، تتفاقم عندك هذه المشكلة. هذا اللي ظهر لي وأنا أخوك، والعلم عند الله. طب عادي أكمل؟ يعني بس كمل. أيوة. فكان وقت مناسبة، وأشوف أخواتي وإخواني طبعا كلهم متزوجين، بس أشوفهم قبل الزواج، وأشوف في أغراض يعني كذا، أغراض للمناسبة كثيرة مرة. فأنا كنت بنزل تحت الشقق، بعدين قلت بروح أقص شعري تحت مكان. المهم إن المكان كله غريب يعني. فرحت دخلت عند حرمة على أساس إنها بتقص لي شعري. البيت كان كله مظلم، في نور بس من الشبابيك. لقيتها ماسكة ماكينة حلاقة، قالت أنا ما عندي مقص بس بالماكينة. قلت لها طب قصي لي بس لا تخلين شعري ولادي. قصت لي بس أشوف الظل ما أشوف شكلي، كان ولادي ومرة منحوت يعني شكل الظل إنه رجال مو أنا، وبس انتهى. أنا علمتك، أنت متزوجة؟ لا، عزباء. طيب أنت عندك كم عمرك؟ 33. خلاص أنت عندك مش إيش يصير في الصيف أنت؟ ما أدري، عادي. لا، الذي يظهر لي عندك واضحة من الرؤية، لأني قلتي أنت وأخواتي الذي يظهر لي ما زلت أقول عندك أنت مشكلة، قد يكون يا مرض يزيد عندك في فصل الشتاء في فصل الصيف، يا هذا قد يكون مرض روحي يتفاقم في فصل الصيف، والله أعلى وأعلم. صلى الله أن يشافيك. يمكن صح، يمكن أحس إن بضيقة أكثر. أي نعم، أسأل الله رب العرش الكريم أن يشافيك، والله أعلى وأعلم. آمين. استمري على جزاك الله الرقية. خير. إياك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. حالك يا شيخ؟ حياك وبياك. شيخنا، أنا في عندي حلم حلمته من حوالي 3 أو 4 شهور. الحلم بدايته أني أنا أقف أمام بيت دور، وفي سيارات كثيرة ضيوف عند صاحب هذا المنزل. اكتشفت أنه فيه خصومة بيني وبين هذا الشخص اللي هو صاحب المنزل، أنا ما أعرف من هو، والناس الضيوف اللي موجودين جايين لحل المشكلة. قبل لا أدخل على البيت هذا، أخوي الكبير كان ماسكني برا وينصحني، يقول لي تثق فيني؟ أقول له نعم. يقول لي سو اللي هو يبيه، اللي هو خصمي هذا، اللي يقول لك عليه سويه، اسمع مني. طبعا في ملاحظة بالنسبة لأخوي هذا الكبير، طبعا أقرب واحد من أخواني هو، وعنده يعني دفاع عننا بشكل عام بشكل شرس بس بحكمة. فأنا جلست أفكر بكلامه، إذا كان كلام أخوي وصل فيه إنه ينصحني إني أنفذ، ما قدر يدافع عني، معناته أنا في موقف ضعيف. أخوي ركب السيارة ومشى. طبعا دخلت جوا، كانوا فرشين في الحوش، ووقفت قدام هذا الشخص اللي هو خصمي اللي ما أعلم من هو. طبعا الناس على أساس إنه حاط شرط إذا أنا نفذته خلاص، زي ما تقول خلاص ينهي الموضوع. كان الشرط صعب 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 جدا، وأنا انصدمت فيه. طلب إني أقف أمام الجميع ونصفي الأسفل عزك الله عاري تماما. أنا انصدمت، حاولت إني أجيب اللين أقول له يا ابن الحلال، يصد ويتضايق ويقول إذا ما فعلت والله لا أفعل كذا. أصر نصفي الأسفل عزك الله عاري تماما، ما أتذكر كيف نزعت ملابسي، فقط علي فنيلة. مجرد ما شافني بالشكل هذا ابتسم ابتسامة النصر، وإنه زي ما تقول كسر عيني وكذا. وبعدين فجأة وجدت نفسي إني أنا رجعت ملابسي بثوبي بشماغي كذا، وطالع من البيت، ومعي شخص ماشي معي ما أعلم من هو، يحاول إنه يخفف علي، متعاطف معي. وفي أطفال برا يبتسمون يضحكون علي على اللي حصل لي. ركبت مع هذا الشخص عشان يوصلني، ما أعلم من هو ولا أعلم حتى إحنا في أي مكان، وماشي بالطريق ويخفف علي ويقول لي كويس إنك سويت كذا، وإنه خلاص يعني
ماشي بطريق كأننا في المخططات اللي تكون بلوكات كذا وقدامنا الشارع الرئيسي، وانتهى الحلم على هذا الأساس. متزوج أنت؟ لا. أي عمر أنت؟ 50. غريب 50؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. غريب أنك متزوج. والله للأسف الظروف يعني ما صار نصيب للأسف. يا أخي هذا لها علاقة هل أنت ناوي تتقدم يعني في زواج واشترطوا عليك شروط صعبة؟ إطلاقا، إلى حد الآن ما تقدمت. هل مثلا أخوك صار عليك بأمرأة وأنت صراحة بتخضع لهذه الشروط اللي تخص زواج أو امرأة؟ لا إطلاقا، لكن الفترة الأخيرة في أكثر من شخص عرض علي عوائل، يعني هو يعرفهم، يقول لي مثلا في عائلة أعلم أعرفها بناتهم كذا، لكن بدون أي شروط، بدون أي شروط. وأعتقد حتى لو أخذت الخطوة هذه ما أعتقد أن راح تكون في شروط صعبة. والله الذي يظهر لي أنك أنت قلت ضعف، أنت قلت طيب. نعم، فكان طيب. أخي في نقطة ضعف. نعم. الأقرب إلى نفسي أن له، أو أنك أنت عندك موضوع عندك تجاري. نعم صحيح. وأنت مجبر أنك تخضع لبعض الشروط في هذه التجارة. نعم، وفي خصومة بيني وبين شريك معي، يعني الوضع متأزم. نعم، أنت ستجبر وتكون خاضع لبعض الشروط علما، والله أعلم قد يعني لأنه التعري هنا تتنازل، أن تتنازل عن بعض أمور يعريك منها، والله أعلم. خلاص. نعم واضح يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا. الصبخة من أخوك وعسل السدر. السدر. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ديروا يا شيخ لو سمحت. تفضل أسمعك. دخلت بالبيت لأن شو اسمه بنتي في الغرفة، وشافة خافة وسعادة عندنا شقة بالبيت، وقلت فلانة لا تدخل البيت، مرة ثانية قلت عارفة يعني، وانتهى الحين. والله واضح انه في امور، يعني الرؤيا ما قد يكون اقرب الى انها حديث نفس، او ما هي واضحه من اخوك. انت نسيت بعض امورها يعني في الرؤيه، نسيت اشياء منها. لا، انت نسيت شيء من اخوك، نسيت شيء في الرؤيه. انا دخلت بالبيت، هي واقفة بالغرفة، شافة وخافة وطلعت فوق بالشقة فوق. ما أعلم، ما ظهر لي إنها رؤية، والعلم عند الله. عندي رؤية قصيرة ثانية. طيب ابشر. حلمت البارح إن والدتي على ما انجضعت ونمت إنها بجنبي، يعني أحس الحلم يعني إنه علم، يعني هو لأني قبلتها وهي جت تقبلني مع حلقي بقوة. صحيت من المنام لأن حسيت إن مكان تقبيله بحلقي، وانتهى الحين. أولا هذه رؤية جميلة جدا. الوالدة متوفاة؟ أي والله متوفاة. أنت هي يعني كان أنت في وصية أنت أوصتك بها نفذتها؟ والله ما. أنت تعمله وصية أو شيء كانت تحبه لأنها قبلتك في رقبتك، يعني شيء في ذمتك، في شيء، فهذا التقبيل في الحلق هذا دليل أنه في أمر عملته تحبه والدتك، أو كان نفسها فيه، أو أوصت به، والله أعلم. أدعي لها دائما في صلاتي، أدعي لها. نعم، قد يكون في شيء، قد يكون هذا شيء يعني كما أخبرتك، يعني والله أعلم. شيء جميل، الرؤية جميلة، والعلم عند الله. جزاك الله خير. الوالدة عندها رؤية يا شيخ. طيب تفضل. طيب بس أنا حقولها، هي جالسة جنبي، إذا عندك أي سؤال لأن هي ممكن تجاوب. هي قالت شافت صديق أخوي جاء، هو صيدلي اسمه الأمين، أعطاها حقنة في رأسها من أعلى، وقال لها هل أوجعتك؟ قالت له لا ما أوجعتني، وطلع خرج برا البيت للحوش،
وجلس في الحوش وحوله أطفال تحت ال10 سنوات، يعني عدد من الأطفال. فقالت له: ليش تجلس في الحوش؟ تعال ادخل داخل. فدخل، سبحان الله، استمع له ودخل إلى داخل البيت. ابو فهد اغلق ايوه. فدخل إلى داخل البيت. قالت له: يعني تعال داخل البيت أحسن لك من الشمس، تعال داخل الحتة الباردة يعني. وهو هذا الشخص مجهول؟ لا، هو صديق أخوي. طيب ايوه. وكان أعطاها حقنة، قالت يعني جاء وأعطاها حقنة في وسط رأسها من الأعلى من فوق، وقال لها: هل أوجعتك؟ اسمه؟ قالت له: لا، ما أوجعتني. اسمه الأمين. ايوه. وبعد كده طلع من البيت، طلع إلى حوش البيت، وشافته جلس وحوله أطفال، يعني عدد من الأطفال كلهم أقل من 10 سنوات يعني، لكن جالس في الشمس. فقالت له: ليش تجلس في الشمس يعني؟ تعال أدخل داخل، المكان بارد داخل. فجاء ودخل داخل البيت. طيب هي طبعا شو اسمه اخوك هذا اللي صديقه متزوج؟ أخوي متزوج أيضا. وصديقه؟ صديقه لا، منفصل. طيب منفصل. وفيها انتم عندكم في لك اخوات في سن زواج؟ في، أيوة، في. وهل والدتك صراحة اسأليها أيوة، نعم. يعني تحب هذا الشاب، يعني ترغب أن يكون زوجا لأحد يعني أبنائها، أحد بناتها؟ يعني هي تقول إن أخلاقه طيبة. أيوة، بس هل هي سأليها هل هي تريد؟ تقول نعم نعم. خلاص. إذا جاء نعم. نعم. الذي يظهر لي أنها تتمنى، وقد يأتي هو أو من في صفاته، وسيكون إن صدقت هذه الرؤيا هي تدعي لأحد البناتك بارة بها، صراحة تدعي لها أن الله يزوجها بشخص. ها؟ أيوة، هي فعلا فعلا تدعي لوحدة منها. بشريها بالخير، هذه البنت البارة تدعو لها، سيأتيها رجل كما تريد، وسيستجيب الله لدعاء أمك، والله أعلم. بشرك الله بالخير يا شيخ. بس أخوي عنده رؤية، بس بالله لو سمحت. طيب تفضل. هو الآن جالس، بس هو حيقول لك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. عشان فوق. أنا عندي رؤية، أنا حلمت إن أنا بصطاد في سمك، تمام؟ والسمك لقيته، إحنا بنصطاد في سمك وبنقبض فيه بأيدينا. أنا ومعي زملائي كنا في رحلة في الهند بتاعت استشفاء. ففجأة ظهرت سمكة كبيرة، حاولت أمسكها، دخلت، ظهر حية كبيرة جدا، حاولت تبلع السمكة. انا بقيت اشد والحيه بتشيل، لما شديت السمكه طلعتها منها، واصحابي كانوا بيطاردوا في السمكه، لما طلعناها قبضناها السمكه دي. فايه تفسيرها؟ أنت تعمل في الطيب؟ انا عملت في شنو؟ إيش عملك أنت؟ انا كنت بعمل مدير التسويق ومبيعات. مبيعات في الطيب؟ لا لا لا, لا. في المواد الغذائيه. طيب وعرض عليك أنك تعمل في الطيب أو في العطور أو شيء؟ لا لا، وموقف الآن بدون عمل؟ من دون عمل، اي نعم. قد شوف الرؤيا جميلة جدا، إما أن يأتيك خبر صار لك يخص عمل، أو يجيك سبحان الله عمل وتعمل في مجال الطيب أو العطور. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والأعشاب، سبحان الله. نعم. والعلم عند الله. العلم عند الله. نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونفع الله الناس بك يا اخي يا شيخ ان شاء الله. آمين. بارك الله. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. المستكة، اللي يسأل عن المستكة 4 أنواع: المستكة اليونانية، والمستكة العربية، والمستكة الإفريقية، والتركية. هذه 4 أنواع للمستكة: المستكة التركية، اليونانية، العربية، الإفريقية. طبعا العربية يندرج تحتها المستكة اليمنية والمستكة العمانية، لكن أجود المستكة هي المستكة اليونانية. وهذه المستكة عشان تكونوا على بينة لها فوائد ودراسات. من أعظم الدراسات التي قرأت، وهذه بحوث يعني دراسات، أنها تمنع نمو الأورام، تمنع نمو الأورام، وتعالج مشاكل الصدر وحساسية الصدر
وأيضا تخصكم أنتم أيها النساء، تعالج بعض الأمور وأنتم أعرف بها. أفضلها اليونانية، لا تتعدون اليونانية. وأنا أحذركم من المستكة الصناعية، المستكة الصناعية أحذركم منها، وتكون هي زهيدة، يعني قيمتها رخيصة جدا. خلاص، هذا لمن سأل عن المستكة. نعم، تحارب نمو الأورام، وأيضا مفيدة جدا للصدر. أنا الموجودة اللي عندي المستكة اليونانية. نعم، اللي سألت.